بنروح لشادو اللي بيفضل ماشي لحد ما بيوصل للمختبر. خلينا نقول اللي كان مختبر زمان يعني. اول حاجه بيشوفها هناك هو السكيت بتاع ماريا، وماريا دي بتكون حفيده البروفيسور، وهي الوحيده اللي كانت بتحب تقعد معاه وما بتكونش خايفه منه زي الباقيين، وبتتعامل معاه كانه كائن حي مش مجرد سلاح فتاك. يا بنت وبيفضل يفتكر ذكريات كتير جدا معاها وهو حزين. وقتها بيحس بحركه جنبه وبيكون لسه هيهجم، بس بيكتشف انه البروفيسور وبيقول له اهلا بيك في بيتك يا شادو، انا كنت متاكد انك هترجع. وبيقول له انه حزين جدا وجواه طاقه غضب شديده. فالبروفيسور ما بيكدبش خبر وبيقول له علشان كده لازم ننتقم منهم كلهم. وفي نفس الوقت بيبقى الدكتور ايجمان لابس الطقميه الحمراء اللي على الحبل، وسونيك بيقول له شوف وشك نور ازاي بعد ما حلقت، بس انا مش طايقك برضه. المهم انهم بيطلعوا مع بعض على مكان المختبر، وناكلز كتر خيره بيرحمنا من فزلكه الدكتور ايجمان وبيفتح هو الباب. لما بيدخلوا المكان ما بيبقاش احسن حاجه بالنسبه لتيلز لان هو لسه صغير وبيكون خايف جدا، وبيقول لهم المكان ده شكله مهجور ومليان اشباح. فانا